خطأ على مشارف منطقة الجزاء. تراوري وإيكانجا وعمر بخيت. كيف سيكون تنفيذ الجملة؟ سنشاهد ونتابع مشاهدينا الكرام في كل مكان. تراوري وعمر بخيت وإيكانجا، واتلعبت لتراوري، جول! تراوري يضع الكرة في الشبكة، هدف أول لفريق الهلال. اتلعبت له الكرة من عمر بخيت ومباشرة أرسل صاروخ في الزاوية اليسرى، سجل الهدف الأول في هذه المباراة، وسجل أول أهداف دوري سوداني في موسم 2013 من مخالفة من خارج منطقة الجزاء. سنشاهد مع مجدي خضر ربيع لقطة الهدف. تراوري أرسل صاروخ قوي جدا، متابعة من أحمد موسى ومرامسة الكرة، ولكن استعصت عليه ومرت إلى الشبكة. هدف أول في هذه المباراة. إذن أول أهداف دوري سوداني لموسم 2013 يأتي من تراوري. الدوري الممتاز مسيرة طويلة ودعم كبير جدا يلقاه هذا الفريق، بينما تراوري انطلاقة ومحاولة تسديد في المرمى. يا تراوري يسجل الثنائية، تراوري يسجل الثنائية في الشباك المريخية، وفرحة للجماهير الهلالية على مدرجات استاد الفاسر. تراوري يضع الكرة في الشبكة مسجلا الهدف الثاني لفريق الهلال، والهدف الثاني الشخصي له في هذه المباراة. كنا نشاهد ضغط مريخي، وتراوري يضع الكرة في المرمى في الدقيقة 40. في الدقيقة 40 من شوط اللعب الأول سجل، في الدقيقة 40 من شوط اللعب الثاني سجل. وإذا تراوري ينذر الجميع بهدفين في مرمى مريخ الفاسر في افتتاحية مباريات الدوري الممتاز. دقيقة 40 تراوري يسجل الهدف الثاني في الشوط الثاني. دقيقة 40 شوط اللعب الأول سجل هدف، دقيقة 40 في شوط اللعب الثاني سجل هدف. ويعني تراوري يسجد شكرا لله بعد لقطة تسجيل الهدف الثاني. إذن دقيقة 40